بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. نعزي كل من يملك ذرة من الإنسانية ومن الخلق باستشهاد الشيخ النمر الذي أعدم اليوم بمنهجية إجرامية وإرهابية على يد الحكومة السعودية. نعتقد اليوم أن هذا المنهج الإرهابي والإجرامي للأسف متوافق ومنسجم مع منهج آخر كان يسنه أعداء آل البيت عليهم السلام، الذين كانوا يجابهون الكلمة الصادقة وكلمة الحق بالقتل والتهجير وبقطع الأيدي والأرجل وجدع الأنوف وبنيان الأجساد الطاهرة في جدران القصور. اليوم الشيخ النمر رحمه الله منهج من مناهج الذين مضوا على سيرة أهل البيت والمجاهدين في سبيل هذا المنهج القويم والرصين، منهج السلام، منهج الكلمة الصادقة الذي لا يبتغي العنف. قيل اليوم أن حملة الإعدامات هي حملة بالضد من الإرهاب، ونقول لهم اليوم أن هذه الحملة بالضد من الشيخ النمر رحمه الله هي بالضد من كل عنوان سلام وعنوان محبة ووئام، وهو منهج إجرامي مرفوض. للأسف هذا يذكرنا بمنهج معاوية الذي كان يقول أحد أصحابه عندما أراد أن يولي يزيد قال الأمير هذا وأشار معاوية، ومن بعده هذا وأشار إلى يزيد لعنة الله عليهما، ثم قال فمن أبى فله هذا وسل سيفه. هذا هو منهج معاوية، لكن منهج أهل البيت عليهم السلام هو منهج أمير المؤمنين عليه السلام، الذي قال لما قال له أحد الخوارج الذين جاء نص صريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفرهم، قال لأمير المؤمنين لله دره فقيه أو كافر ما أفقهه. فلما أراد أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام تأديبه قال رويدكم سب بسب أو عفو عن ذنب. هذا كان منهج أهل البيت عليهم السلام مع الكفرة، ومنهج معاوية مع المؤمنين ومع المسلمين كان منهج القتل ومنهج الإجرام. أقول لا تحزنوا أيها الإخوة الأعزاء، أيها الأحبة، يا من تألمتم لمقتل الشيخ النمر رحمة الله عليه واستشهاده. أقول وربما أقولها جازما وليس محتملا، مثلما أن دماء الشهيد حسن شحاتة هدت عروش الإخوان المسلمين في مصر وجعلت هذه الحكومة المصرية تنهار بين ليلة وضحاها، ستكون لدماء الشهيد النمر رحمه الله الشيخ النمر ستكون لها حوبة عند الله تبارك وتعالى لن تقل عما حصل في مصر. وإنا لله وإنا إليه راجعون، والعاقبة للمتقين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.